لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكونات الشرق تنسحب من الكتلة الديمقراطية. أكد بيان صادر عن المجلس الأعلى لنظارات البيئة وهو تجمع يضم عدد من مكونات شرق السودان انسحاب المجلس من الكتلة الديمقراطية المعارضة للعملية السياسية الحالية في السودان وتمسكه بإلغاء مسار الشرق المضمن في اتفاق السلام السوداني العودة إلى منصة التأسيس. قال البيان المنشور على الصفحة الرسمية للمجلس على الفيسبوك إن اجتماعا ضم أجنحة المجلس المختلفة التي يقود إحداها الناظر محمد الأمين ترك اتفق على العودة إلى منصة التأسيس وطي الخلافات ورفض مسار الشرق وفك الارتباط بكل التحالف المركزية التي تسعى لاستخدام قضية الشرق كمطية لتحقيق أهدافها بما في ذلك التكتل الديمقراطي بحسب سكاي نيوز. ومنذ أكثر من عامين تعيش منطقة شرق السودان اضطرابات كبيرة بسبب رفض مجموعات أهلية يقودها الناظر ترك تضمين مسار الشرق في اتفاق السلام. تقول المجموعة أن الموقعين لا يمثلون وأن الاتفاق نفسه لم يخاطب قضايا شرق السودان بالشكل المطلوب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.